حافظوا علاه علشان مظلوم الله، بعيد عن كل سوء وعن شر البشر، بعيد عن كل سوء وعن شر البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين، والأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير، والشعب السوداني في تعاضد وفي تكاتف وفي تواصل ومحبة، وطن دائما يسعى الجميع. أهلا بكم. عودناكم دائما في قناة جون وكل عيد إنه نحاول أن نتحرك قليلا في ما يختص بحر الشباب من الأغنيات ونشوف تجاربهم. هذه المرة إحنا في جلسة شبابية وفي لمة شبابية كما يحلو لكم، أو صالون شبابي بتاع قناة جون. سعداء بمشاهدنا اللي بنضم الآن في العيد السعيد، ونقول لكم بأنه نحن هذه المرة اخترنا لأن تكون للسودان نماذج موجودة. يعني البيئة المختلفة عندنا في السودان لها تكويناتها وإيقاعاتها وأنماطها الموسيقية وأشكالها وأزياءها. هذا هو النسيج الاجتماعي السوداني من خلال أغنيات كثيرة جدا. حجول بكم ما بين غرب السودان لمناطق في غرب السودان، وحاجي لقضروف سعد شرقا، ومن ثم وسط السودان، واتجه إلى صومعة السودان أيضا أو قضروف سعد كما يحلو لأهلها، ونتمنى أن تعود إلى سيرتها الأولى قضروف سعد يعني، أو قضارف الخير. أهلا بكم أيها الأحباب، ونشوف الولايات فيها شنو هذه المرة. داير أبدأ بتجربة هي سودانية. العلاقة بين مصر والسودان علاقة أزلية، وطبيعي إنه الفن يكون فيه شراكة. يعني من زمن بعيد جدا فنانين السودانيين هم بشكلوا حراك في مصر. الكورس نفسه جانا من مصر، اللقاءات الموسيقية المختلفة أغلبها ما حقتنا باعتبار إنه وسط العربي والشمال افريقيا وكده. الشاب ده هو من الجزيره، من منطقه كاب الجداد، لكن تاثيره ربما تؤثر الشباب ايضا بصوت قادم الى من مصر العربيه يلقب او يسمى بتامر حسني. طبعا سيطر على مجموعه ضخمه جدا من المشاهدين، يعني مناسبات وحفلات عامه وكده. يعني تحيه لمصر الشقيقه ايضا. يعني مرحبا بك، انا سعيد بك سليمان الرحيمة، مرحبا بك، ومرحبا أيضا بيوسف عمر، ومرحبا بإبراهيم سليمان، ومرحبا بسيف الفاضل. أنا حبدأ بيوسف عمر. مرحبا بك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير عماد. برحب بك وبرحب بكل المشاهدين اللي بيشاهدونا الآن على قناتكم. أنت من الجزيرة، نطيت نطة كده طوالي مشيت كايرو. والله وين السيرة في الموضوع ده يعني؟ بس يعني حاجة كده، يعني زي ما تقول شدة وجداني لها الفنان تامر حسني. سباعي بشكل عام ولا تامر حسني كصوت يعني؟ والله تامر حسني كصوت، وإنه خامة صوته مناسبة معاي، حتى الأغاني والكلمات وبعض الأشياء بتاعته. التجارب دي وجدت القبول ولا النقد؟ والله في بعض الناس يعني بينتقدوا، يعني انه الحاجه دي ما بتاثر في السودانيين وكده، ولو انه انا شايف يعني فئه كبيره من الشباب انه بيستمعوا لاغاني عربيه وكده من فنانين عرب مصريين يعني وغيره. فاكيد ان شاء الله حتلقى القبول. طيب انا دار اقوم اتجه برضه لمحور ثاني. هو طبعا باعتبار انه طمس الهويه او طمس الهويه او الثقافه ممكن تكون مشاركه في الوسط العربي، لكن مثلا انتقدوك ده باعتبار انه ما نفقد حاجاتنا الفنيه. يعني المصريين ما بغنوا سوداني يعني، ولا يعني ام كلثوم بس غنت لي حاجه ادم ثاني ما في كرروا الحاجه دي. حتى الناس احيانا بكل امانه في بعض الاغنيات بتنسب للتراث وهي بتكون تابعه لفنانين حقيقيين. يعني حصلت مشاكل ومحاكم محمد فؤاد شرحبيل احمد غيره من الحاجات المعروفه للاعلام يعني. والله ان شاء الله دي ما حتاثر فيني، وانا يعني ما اتجاهي عربي بس او مصري بس، اتجاهي ان شاء الله قاعد اغني سوداني، وغنيته في كثير من المناسبات سواء كان افراح او افراح شعبيه او افراح خاصه. طيب نسمع شنو؟ نسمع اكلمها. كلمات الاستاذ بهاء الدين محمد، الحان الفنان محمد رحيم. طيب اكون مشاهدينا الكرام، نتابع ده نمط من جمهوريه مصر العربيه لكن في كاب الجداد او في الجزيره تحديدا. يعني تحيه لكم مشاهدينا الكرام الان في مناطق الجزيره المختلفه وفي كل قرى الجزيره. يعني اهلا بكم. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر.
في ناس اتجمعت علشان تأذي إنسان واحد من البشر. قامت أمه دعت يا ربي ماليش غير حنان عليه القدر. ربنا حفظه علاه علشان مظلوم خلاه. ربنا حفظه علاه علشان مظلوم خلاه. ربنا حفظه علاه علشان مظلوم خلاه. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر. اهلا بكم ايها الاحباب من جديد مشاهدينا الكرام، وسعداء بالتواصل معكم. اهلا بكل الذين انضموا الان لمتابعتنا. انا اعود لكبجداك او لجزيره الخير يعني المعطاء. يعني انت قبل غنيت لنا لتامر حسني، فده بداخلك في صراع انه وين هويتك وين لونك. المشاهد هسه ممكن في مشاهدين حيتبسطوا جدا للحاجه دي اللي هم بيحبوا تامر حسني، لكن انا ما عارف، انا تحديدا ما قاعد اعرف انه فنان عنده لون معين. الفنان ما تغيده، يعني ما تجي فنان تقول له يا اخي انت بس غني لي ده، طيب ما تغني غيره، هو حر يعني. الان نجاح الفنان العرب باعتبار انه فنان مصري بغني كويتي، بيجي بشارة خير من اقصى الخليج بيغني للمصريين بشارة خير بلسان ما لسان خليجي يعني. فلذلك هو الفنان في الخارطة العربية بيحاول يلون نفسه فنانات مختلفة يعني. فربما إن كنت قاصد ان لم تكن قاصد، وان لم تكن قاصد يعني الموضوع ده ماشي معاك كويس. لكن من الناحية السودانية والله فعلا أول في البداية يعني الفنان بيغني الحاجة اللي بيلقى فيها نفسه. وأنا ما عندي مشكلة مع السوداني، بديت بيه في الدورة المدرسية وما تربيت في مصر وما عندك علاقة بالموضوع ده؟ ما كان عندي شاهد علاقة كلكم معنا في بس الصورة. عن طريق الكليبات والأغاني المسموعة. مم. بديت بالسوداني، شاركت به في الدورة المدرسية، كانوا من خلفي مجموعة من الأساتذة، بالذات وكيلة المدير أستاذة نازك. أنا من هنا بوجه لها تحية. هي كانت بتشجعني وهي كانت مقتنعة بي إنه أنا عندي حاجة ممكن أقدمها للناس. وكانت حتى لما يكون البرنامج ما تبعنا برضو بتصر على إنه يوسف عمر لازم يطلع يغني، وبعد ينتهي من أغنيته تصير لي بنفسها. ده شيء شجعني وخلاني. وده دور المعلم طبعا. فعلا المعلم ما بجاملك في ولا الطلبه بجاملوك، فعلا خليهم تجاملك يعني. كعب بيقول لك انت تحت الطابور لحد ما الاساتذه يعني قفوا وراك واختارتني من دون الطلبه المشاركين في الدوره المدرسيه، ووقفت خلفي ما قصرت معي. والله من هنا بوجه لها تحيه. وكل عندكم اليوم بتاع العام الدراسي الجديد لما نيجي يرفعوا العلم في السارينا في احتفال في الحته دي. ايوه طبعا ديل الله ان شاء الله المعلمين ديل يكونوا هسه واقفين فيه في كل عام بيجي لازم ضروري جدا انه في السارينا ترفع علم السودان، يكون في احتفال في المنطقه دي. دائما السارينا بتكون متوسطه الطابور طبعا. طيب حدد لنا بشنو السوداني؟ والله انا بديت بمحتى الصباحي، ان شاء الله ادندن لكم بحاجه منه. نسمع يا محتى الصباحي. قبل ما نسمع بوجه له تحيه، كل سنه وانت طيب. ان شاء الله ربنا يديم الصحه ان شاء الله. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر. شلت الكلام اللي قلت فيك، وقفت قدام الجميع. أنا شلت الكلام اللي قلت فيك، وقفت قدام الجميع. وتاني الكلام أهديت لك، كل الكلام أهديت لك.
جاهرت به بحب البديع، جاهرت به بحب البديع. طب حنسمع شو رسم من الأغاني اللي جهزت علينا؟ حنسمع دعوة أم يوسف، بهديها لأمي عشان ربنا يخليها لي ويخليني لها. هي كلمات وألحان تامر حسني. أخذ مشاهدينا الكرام نسمع هذه الأغنية من ثم نتواصل معكم، ابقوا معنا. بعيد عن كل سوء وعن شر البشر، أكلمها ما بتردش عشان أقلق، وبعد شوية أكلمها وأنا مبرق، ولا وديها كام كلمة يضايقوها ترد عليا قال نايمة دي قال نايمة وبتساوي. ألم وهدي نبضات اللي بتخبط، وأقول بيني وبين نفسي بتستعبط، عشان الوقت ده مش وقت نوم خالص. فقلت لازم أخلي دماغها تتظبط، وبس كنت ساكتة فهماها فتتساوي، وتسألني انت فين أشغلها ولا جاري، يفوق صوتها تقول لي سؤالي ما سمعتوش، أقول أنا عندي واحد صاحبي ما تعرفيهوش، ويلا نامي خدي راحتك تقولي شيء، تجيلي ضحكة أكتمها وأنا في البيت، وأنا والله نفسي بجد أطمنها، لكن هي اللي بتخليني أجننها، بتخليني أجننها. وكم مرة أكلمها الرقم مشغول، وبستنى تكلمني انتظاري طول، وبعد ما فعلا تايه تكلمني ساعتها موبايلي بيغيظها عشان ما تكون يبان عندي اتصل كتير ورا بعض، ولا متذكر الفرحة بكون على الأرض، تجيلي رسالة كلمني عشان ما انساش أطنشها، عشان فعلا ما بنساش، تجيلي رسالة فارجة وهتقع، ما صدقت عشان الوقت يا كل كلمني عشان عايزك، ولو طنشتها أسكت في واحدة معاك، وبرضه عشان تضايقني تبعتلي أنا في البيت، لكن أقفل موبايلي وأنا والله نفسي بجد أطمنها، لكن هي اللي بتخليني أجننها، بتخليني أجننها. كبجدات بهني الشعب السوداني انت عامة. كبجدات دي وين بالضبط؟ كده في الجزيرة؟ هي في وسط الجزيرة، جنوب جيات. جنوب جهات، قريبة ما بعيدة. أي قريبة. بهني الشعب السوداني عامة بشكل عام، بهني أهلي وحبايبي في كعب الجداد، وبصفة خاصة أهلي وأسرتي.
ابوي عمر واسره قسم الخالق واعمامي عامه جدك العشاري والعشاري كان تمساح والله صياد الأسرة تمساح. اللي انا تربيت معاهم. وجدي صالح العشاري ان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه، هو الرباني بس هذا قاعد في البيت هسي موجود. خدتني في مخزن الاستاذ قبضت تماسيح البحر كلها يا. والله يا اخي ده اسم شهره من الشهامه والرجوله لكن بيرجع لانه كان صاب تمساح، لانه الحي اسم العشاري في السودان معروف بالحي اللي هو فيها. فعلا انا شاكر لك يا اخي جزيل الشكر، كل عام وانت بخير، الجزيره كلها بخير، كل مبدعي الجزيره بخير.